السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نقدموا فيه مجموعة ديال النصائح والإرشادات في مادة الاجتماعيات. لكن قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تصليوا على النبي، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا بلا ما نطول عليكم يلا نبداو الفيديو. الخطأ اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال التلاميذ هو انهم كيعتبروا مادة الاجتماعيات مادة ديال الحفظ 100%، وهذا واحد الخطأ كبير الصراحة، لان الاجتماعيات واحد المادة اللي قائمة بشكل اساسي على الفهم. اصلا ما يمكنش انت تحفظ شي درس بلا ما تفهمه، يعني ضروري خصك ضروري ملي كتكون فاهم الدرس كيدخل لك في عقلك، وبالتالي كتعقل عليه وبالتالي كتحفظه. ماشي بحال اذا ما كنتيش فاهم الدرس واخا انت تحفظه، كيكون ديك الحفظ مؤقت وظاهرا كتنسى، ماشي كيكون حفظ المدى البعيد. لذلك كنفضل التلاميذ انهم ما يعتمدوش على ديك الحفظ ديال 100%، كنفضل انهم يفهموا اكثر ما يحفظوا. وكاين واحد الفئه ديال التلاميذ اللي يقدروا انهم يستغنوا على عمليه الحفظ بشكل كامل، وهاد النوعيه ديال التلاميذ هما ديك الفئه اللي كيقدروا اللي عندهم واحد المستوى عالي في اللغه العربيه، وعندهم واحد القدره انهم يكتبوا تعبير مقالي في وقت وجيز وبدون اخطاء املائيه. فالتلاميذ هادو يقدروا انهم يستغنوا على عمليه الحفظ، بل غيكون من الافضل ليهم باش يقدروا انهم ينميو المكتسبات ديالهم، ويرجعوا يقدروا يكتبوا بلا ما يكونوا حافظين. لكن هادشي طبعا شريطة انهم يقدروا يعقلوا على المعلومات الضروريه كالتواريخ والشخصيات، المهم نتوما عارفين كيفاش. بينما التلاميذ اللي عندهم مستوى متوسط في اللغة العربية، أو أنهم كيعانوا من البطء في اجتياز الامتحان أو في الكتابة، أو أنهم كانوا كيعانوا في يوم الامتحان من الخوف والدهشة، فكنفضل هاد النوعية ديال التلاميذ أنهم ما يعتمدوش على هاد الطريقة ديال الفهم 100%، بل أنهم يحفظوا الدرس إن أمكن ذلك. علاش؟ لأنه إذا مشاو حتى فهموا صافي وعيخليو حتى نهار الامتحان تجبروا يدوزوا بزاف ديال الوقت باش يكتبوا مقاله، يقدروا يدوزوا ديك الوقت كامل ديال الاختبار في كتابه المقاله. لذلك كنفضل انهم يحفظوا. هاد الفئه هذه بالضبط كنصحها انها تحفظ، ماشي ضروري تحفظ داكشي كامل، حفظ داكشي اللي مهم وصافي. بالنسبه للنصيحه الثانيه، هي النصيحه اللي انصحكم فيها بانكم تعقلوا على المفاهيم والمصطلحات اللي كيكونوا في الكتب ديالكم المدرسيه. فهاد المفاهيم والمصطلحات غالبا ما كتحط في الاختبارات وفي الامتحانات ديالكم، لكن نسبه الاساتذه اللي كيشيروا ليها هي واحد النسبه قليله. اغلبيه الاساتذه ما كيقولوا لكمش حفظوا هذه ولا عقلوا عليها، ولكن كيكونوا هضروا ليها في القسم وشرحوها. فبزاف ديال التلاميذ كيشوفوا ان ما كاينش في الدرس، كيقولوا صافي اذا ما نحفظوهاش، ولكن في الاخر كيتحط في الامتحان وبالتالي كتكون الصدمه. وهاد الحاجه كتعاود معكم كل عام، فانتم كتبقاو تنساو. فحاولوا انكم تعقلوا عليها وما توقعوش في هاد الغلط اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال التلاميذ، انهم كيتغافلوا عليها. المعلومة الثالثة أو نصيحة ثالثة اللي نقدم لكم، إذا كنت كتعاني من حفظ حفظ التواريخ، كتلقى فيهم صعوبة أنك تعقل على التواريخ أو على الشخصيات، على أي حاجة، حاول أنك تستخدم داكشي ديال الملونات ديك فلوريسون باش تلون بهم ديك المعلومات الأساسية. فالحاجة ملي كتكون الحاجة ملي كيكونوا فيها داكشي ديال الألوان، داكشي ضاي كتسهل عليك انك تحفظها، ماشي شي حاجه، ماشي صفحه كامله زنقه كتجيك صعوبه باش انك تحفظ. فاذا كان الدرس ديالك مزواق وانيق، حتعرف لك الشهيه باش انك تراجع وتحفظ، وعاد يعاونك هادشي طبعا في تحصيل علامات جيده. نصيحة رابعة، ملي تكونوا كتقراو في القسم، حاول انك دير معك شي مذكرة ولا شي دفتر صغير تدون فيه المعلومات والملاحظات اللي كيقولهم الاستاذ في القسم، لان كاين بزاف الحوايج كيهضر عليهم الاستاذ في القسم ولكن ما كيكتبوش في الدفتر، ونهار الامتحان كتجبروهم. فكنفضل انكم ديو معكم شي مذكرة تكتبوا فيها داك الشيء الضروري. حاولوا انك تراجع الاجتماعيات، انك تستخدم الكرونو باش تسرع العمليه ديال المراجعه ديالك. مثلا نقول انا خصني نعقل على هذه الفقره هذه ولا خصني نحفظ هذه الفقره هذه في مده 5 دقائق، فهذا يعاونك انك تسرع العمليه ديال المراجعه. صراحه الموضوع كيستحق فيديو اطول، ولكن ما بغيتش نطول لكم فيديو. اذا بسلام عليكم، بالتوفيق ان شاء الله.